حربا ضارية وحربا شرسة على أصحاب رسول الله، على الرموز. إنها حرب إسقاط الرموز، إنها حرب إسقاط الرموز في هذه الأمة. تعلن الحرب على الصحابة ابتداء لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين، فإن هدم نقلة الدين سقط الدين، زعم هؤلاء. لكن الذي تولى حفظ الدين هو الحي الذي لا يموت، وما تولى الله حفظه لن يضيعه أحد، بل لن يضيعه أهل الأرض ولو اجتمعوا. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. محال أن تطفئ جميع الأفواه نور الشمس ولو اجتمعت هذه الأفواه، ومحال أن تطال السماء يد شلاء، ومحال توقف العملاقة التي تشق الأنهار والبحار والمحيطات، محال أن يوقف سيرها طحلب حقير لا يكاد يرى. فأين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الأرض من السماء؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ فأصحاب رسول الله نجوم تتلألأ حول شمس النبوة تقتبس من نورها، ولا زالت هذه النجوم تتألق، وسوف لا تزال هذه النجوم تتألق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهم الذين زكاهم الله وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالصحابة هم المخاطبون ابتداء بقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة هم المخاطبون ابتداء بقول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الصحابة هم المخاطبون بقول الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الصحابة هم المخاطبون بقول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الصحابة هم المخاطبون بقول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا القيد والشرط: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الصحابة هم المخاطبون بقول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وما أكثر الآيات الكريمة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو صاحب السنة بأبي وأمي وروحي يبين مكانة أصحابه فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، خير الناس قرني. هل تصدقون رسول الله
أهل زماني من أصحابه رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم من التابعين، ثم الذين يلونهم من أتباع التابعين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. فلتتعلم الأمة الأدب امتثالا لأمر رسول الله: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الصحيحين من حديث أنس: مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال المصطفى: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال المصطفى: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. بل كررت مرارا: من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل جلاله. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بلال وعمار وصهيب وسلمان، أولئك الفقراء الذين عوتب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. مر أبو سفيان على أولئك النفر من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقراء الصحابة في حق أبي سفيان كلمات شديدة جدا. قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب الصديق رضي الله عنه والتفت إلى الصحابة وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلسهم وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال المصطفى للرجل الأول في الأمة بعد نبيها للصديق. قال له: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. اوعى تكون زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إلى أولئك الأطهار: إخوتاه أغضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا